السلام عليكم يا فندم. حضرتك يا فندم معاك المندوب نادر من شركة رار ستورز للتجارة والتسويق. النهارده يا فندم احنا قلنا ننزل نعمل عرض جميل جدا للناس بمناسبة الدراسة العام الجديد، كل عام وانتم بخير. فعشان كده نزلنا عرض جميل جدا. العرض ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 4 اقلام جاف و3 اقلام جاف الوان ازرق واسود واحمر. حضرتك يا فندم العرض بيتباع في اي مكتبه، هتلاقي الاربعه دول بيتباعوا ب 20 جنيه، يعني القلم الواحد ب 5 جنيه. وده هتلاقي القلم الواحد بيتباع من شركه سمارت، هتلاقي القلم الواحد بيتباع ب 7 جنيه ونص، يعني في 3 ب 22 ونص. يعني الاثنين دول لوحدهم النهارده هتلاقيهم في اي مكتبه مش اقل من 42 جنيه ونص. العرض بتاعنا بقى من شركه رار ستورز النهارده بنقدمه لمده يوم واحد بس، وهو عباره عن الاتي: اللي احنا حضرتك بنديك العرض ب 30 جنيه، مش بس كده، وعليه كمان 4 اقلام رصاص هديه. يعني حضرتك لو حسبتها هتلاقي اللي انا بديك النهارده 11 قلم. ال 11 قلم دول هتلاقيهم في اي مكتبه مش اقل من 55 جنيه. انا النهارده حضرتك بقدم لك العرض ده كله ب 30 جنيه فقط لا غير. تحياتي لحضراتكم، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ده حضرتك مشروع للشباب، ده مشروع للشباب. ده الجملة بتاعته تمنها 7 جنيه ونص. ده الجملة بتاعته برضه هتلاقيها ب7 جنيه ونص. يعني من الآخر كده دولت كده على بعضيهم هتلاقيهم تمنهم 22 جنيه ونص جملة. حضرتك لو جبت 50 شاب بقى عايز يشتغل ومعاه 1125 جنيه هيجيب 50 مجموعه زي دي كده واستيك هيقوم لفون باستيك كده 50 مجموعه زي دول كده 11 قلم هيجيبهم ب 1125. 50 لو باعهم ب 30 جنيه زي ما انا قلت العرض كده من الاول، تمام، هيعملوا كام مكسب؟ ال 50 يعني ال 50 الثلاثه دول هيعملوا مكسب حوالي 7 جنيه ونص. في 50 هيطلعوا لك حوالي 375 جنيه. 375 جنيه في 50 قطعه. تمام يا جماعه، اللي عايز يشتغل هيشتغل. يا ريت الناس او الشباب ما تسمعش كلام المحبطين. ستنا مريم، ستنا مريم ربنا قال لها فهزي الايه النخله تنزل عليك ايه رطبا جنيه، او التمر عشان انا مش شيخ. ستنا مريم ربنا قال لها هزي النخله. ربنا كان قادر اللي هو ينزل لها التمر من غير وهي قاعده، صح ولا لا؟ لكن ربنا ايه؟ قال لها هزي النخله عشان ينزل لك التمر. خد بالاسباب، سيبك من اللي هيقول لك ما ايه ده وشغل ايه. اكسر حاجز الخوف. مشروع اهو هيجيب لك في اليوم 375 جنيه كل يوم. اكسر حاجز الخوف وانزل توكل على الله، مالكش دعوه بحد. حضرتك من الارياف من البلد، لو نزلت الفجاله رمسيس وسالت على الفجاله وجبت لك ب 10000 جنيه حاجات زي كده ب 10000 جنيه، تمام، ومعاك واجرت لك موتوسيكل حتى باليوم ب 100 جنيه، ونزلت عندك في الكوره وفي الكلام ونزلت واشتغلت. ده انت عندكم في الارياف بيبقوا قاعدين في الشوارع كده لا مؤاخذه، يعني بيبقوا قاعدين يعني قدام البيت مش عارف ايه. مش انت لو حضرتك مكسوف حتى في القريه اللي انت فيها يعني تعمل المشروع خد الموتوسيكل بتاعك او خد توك توك، املى شنطتك وخد توك توك وروح قريه تانية انزل انت مشيت في الشارع كده في الارياف هتشتغل وهتبيع وهتعمل احلى فلوس. والله العظيم لو رحت المصنع كشكيل وجبت منه كميه واشتغلت. طب انا والله العظيم بفكر اجيب بالعربيه بتاعتي، احط في العربيه بتاعتي حبه كشاكيل وبتاع وانزل اي كره واصور لكم سيلفي انا هبيع بكام. انزل وتوكل على الله وما تسمعش كلام المحبطين. تحياتي للجميع.